من 50 سنة واحنا بنلعب في افريقيا، وطوال هذه السنوات كان هناك مصدرين للمعلومات عن الاهوال الافريقية: السمع والقراءة. النهاردة من حقنا ان احنا نشوف. اهلا بيكم واولى حلقات الابطال في الادغال. الرفاق حائرون يتساءلون في جنون. بطل السوبر رقم 15 من سيكون؟ الأهلي المصري أم النجم الساحلي؟ رحلة الأبطال في الأدغال الأولى هتكون لأثيوبيا، وبالتحديد لأديس أبابا. النادي الأهلي والنجم الساحلي في مباراة تاريخية. طبعا الرحلة تاريخية لأنها بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء الاتحاد الإفريقي، ولأنها رقم مهم جدا في الوصول للبطولة رقم 100 في السنة رقم 100 للنادي الأهلي، ولأنها فريق النادي الأهلي بدأ في الوصول للمطار قبل ساعتين من إقلاع الطائرة، ولكننا قررنا أن نبدأ الرحلة مبكرا من لحظة نزول شادي محمد من منزله. شادي، اثيوبيا ليها ايه استعدادات عندك؟ انت عارف طبعا السفرات افريقيا دي صعبه جدا، يعني مش عايز اقول لك احنا يعني من كتر سفرات افريقيا فاول مره نسافر كده فيقول لك درجه الحراره فيه رطوبه عاليه جدا، فبس ان شاء الله قادرين ان احنا نتخطى الصعوبات دي كلها ان شاء الله. الامور صعبه هناك، فانا جايب اكل مأمن نفسي يعني. بتقدم لنا السلاله السعيده دي. بص البابا يلا بص بيبقى عندي عيد الحب هنا مختلف اعتقد عن اي بيت، يعني في عندي البيت بيبقى كل البيت احمر، وهاخدك كده قبل ما نمشي بس نقطه اعتراضيه. جديد ان البيت يبقى احمر؟ لا كابتن النادي الاهلي بيلعب في النادي الاهلي فالبيت احمر طول السنه. انت عارف لا احمر طول السنه، بس يعني عندي في اجواء مختلفه تماما يعني هفاجئك وهفرجك دلوقتي، يعني مش متعود افرج حد، بس عشان انت حبيبي يا معتز هفرج. الحمد لله انا مقتنع مليون المية اللي دي فعلا حقيقة. بطولات صعبة جدا اتحققت في وجودي ككابتن الفرقة، وان شاء الله برضك هنرجع بالبطولة ديت.
بشكلكم وانت بشكل تاني، بتفكر في الرحله دي ازاي؟ والله بفكر يعني ان شاء الله يكون لي اول لقب مع الاهلي. تعرف هو ميسر بالنسبه لي للبدايه. الحمد لله معناها الان 3 انتصارات، ان شاء الله يكون هذه اول بطوله لي مع النادي الاهلي. بتقولوا ايه في تونس؟ مربوحه مربوحه؟ ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه. يا كابتن بعد اذنك، ده فريق بلدك بس ده الاهلي. يعني مش عايزين مش عايزين اي مشاكل. صح يا كابتن؟ طبعا. حميد حسن في حته الطريق بتاعتي. صح، عندك الخبره بتاعتي. تعبير جديد. لسه مع فيا. احمد شديد بيقطع نص تذكره. عايز اقول لك على حاجه، انا اسف طبعا في حته الطريق، والمصعب في حته ناشفه ملاش يعني ملاش حل. ايوه انت بررت الحته الطبيعيه وقلت ايه عشان هو بس ما يفهمهاش. لا حته ناشفه ومصعب، بس هو بس ايه، عايز افهمكم على حاجه. انا كده حميد عبد الحسن لاعب يعني خبرته اعلى من اي لعيب في الاتوبيس ده. وربنا يسهل الاتوبيس يوصل. انا عايز اوصلك المعلومه دي برضه. صاحب المواقف الصعبه كوزه، لازم تدي الراجل ده حقه. كوزا ده اسم الزمن اللي انت يا جماعه الراجل ده موهوب والله موهوب يا جماعه. ربنا يخليك لينا. ده العشم، ده العشم. بحبك يا كابتن عبد الحميد صديق خاص معايا في الغرفه طبعا، بخلي بالي منه بالليل. شكرا يا لك. بياخد علاج نفس. مين اللي معاك في الاوضه دلوقتي؟ استاكوزا. استاكوزا رفيق الغربه؟ طيب يعني استاكوزا. انا بحب الاكلات البحريه. معلش تقعد جنبي عادي. انا بقعد جنب الشباك معروفه عادي. كابتن استاكوزا 22 ايه اللي جنب الشباك مش سي؟ لا ده انا نظامي كده، انا بحب الشباك فمعروف 22 سي جنب الشباك. الولد اهو كويس، الواحد كسب معلومه ما فيش دماغ الولد. 22 سي فين يا حبيبي؟ جنب الشباك. خمسة جنيه. ربنا يكرم، احنا جايين ورا الاهلي وكلنا امل، وان شاء الله ان احنا نرجع مجبور